وينصر باسمه. في الحقيقة موضوع الشغب ربما المقاربة التربوية وربما الأستاذ يبدأ من الزاوية القانونية. غنحاول قدر الإمكان أنه نتعاطى مع الموضوع ديال الشغب بمقاربة سوسيولوجية واجتماعية وكذلك بمقاربة نفسية انطلاقا من العنوان الآتي هو ربط الشغب بالتنشئة الاجتماعية. وذلك انطلاقا من واحد أربعة ديال الأسئلة وأربعة ديال الموجهات. نتساءل هو الشغب في التعريف ديالو كيكون فردي وكيكون جمالي بطبيعة الحال ارتباطا مع الأنواع ديال الشغب، هل هو رياضي هل هو دراسي هل هو سياسي. وهذا السياسي مهم يعني في بعض الأنظمة السياسية والارتباط مع الشرع الدولي لحقوق الإنسان ومع حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. في المستوى الثاني كيف يمكن للتنشئة الاجتماعية أن تساهم في الضبط الاجتماعي. السؤال الثالث أي دور للمجتمع المدني في التحكم الاجتماعي. السؤال الرابع كيف يمكن للربع أن يكون كامحا للشغب وأن يساهم في ثرمنة الشغب الاجتماعي بمحمل وجوب سواء الشغب الرياضي أو الشغب الدراسي. فبخصوص المحور الأول محور تعريف الشغب هو أنه عنف يحتاج إلى نوع من الحشد ومن الدعم المجتمعي ويؤثر على الأشخاص وعلى الأموال ويكون منتهى أو التأثير ديالو على مستوى الإخلال بالنظام العام بالدولة الثلاث سواء الأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة. وبذلك هذا الشغب كنلقاو أن الفئة العمرية اللي كنلقاو فيها هذا النوع ديال الشغب الدعم المجتمعي وكذلك التأثير على مستوى الشوارع وعلى مستوى الإخلال بالنظام العام كنلقاو واحد الشريحة ديال الشباب. لا بد ونستحضروا واحد الأمر أننا اليوم نعيش في ظل جينيراسيون زيد أو ما يسمى بالجيل الزيد. هذا الجيل الزيد يتسم بأن القنوات ديال التنشئة الاجتماعية وديال التطوير ديالو ما بقاتش هي المؤسسات التقليدية اللي هي الأسرة والمشجعين والشارع والمدرسة، ولكن من عنده الانترنت ولا الجيل او الانسان او الشباب الرقمي والذي يتسم بما يسمى او لا يسمى بهذا العنوان ديال الجيل جينيراسيون زيد او الجيل زيد. وبالتالي كاع المؤسسات التقليديه ديال لا سوسياليزاسيون او ديال التنشئه الاجتماعيه ديال المدرسه والاسره والشارع فقدات الى حد ما ولا عرفت نوع من الاندماج ما يسمى بالتنشئه الاجتماعيه قادره صعود نجم هذه المواقع ديال التواصل الاجتماعي اللي هما ولاو كيمدوا هاد الشباب في مجموعه من المعارف والمدارك قد تكون ايجابيه وقد تكون سلبيه وبالتالي قد تكون لها تداعيات وارتدادات على مستوى ان تكون قضيه مواتيه ليقوم هاد الشباب بالشغب على مستوى الشارع العمومي والاخلال بالنظام العام. وبالتالي سنساعد الى حد ما اهم الاطروحات النظريه لا سيما ديال التحليل النفسي التي حاولت مقاربة شخصية الإنسان والبحث عن ما هي الدواخل والنوازل التي تجعل من الإنسان أن يكون عنيفا وأن يكون مشاغبا تجاه الأغيار وتجاه المجتمع وتجاه الدولة. وبالتالي نستخدم في هذا الجانب الأطروحة اللي قدمها نظام التحليل النفسي سيمون فرويد حيث يعطي على مستوى متوالية أن الإنسان يقوم على واحد البرانسيب دو بليزير واحد المبدا ديال اللذه فيما يسمى بالمرحله الاولى من العمر اللي هي مرحله القوه او الشعور. وبالتالي كيبقاو مجموعه من الترسبات مجموعه من الغرائز مجموعه من الاحتياجات التي يحاول القيام بها، ولكن الكوابح المجتمعيه ومنظومه القيم المجتمعيه اللي كترسخ فيما يسمى بالآلات السلوى كتكون كامل ومفرغ لان يقوم ذلك الانسان بذلك الافعال وبتلك الرغبات وبتلك الغرائز التي يقوم بها. وبالتالي المؤدى ديال هذا هو انه الآلة الاعلى او المنظومه ديال القيم كتحاول تكبح الجماح ديال الرغبات ديال الانسان، وبالتالي كيبقاو الترسبات ستاتي مرحله لاحقه هي المرحله ديال المراهقه وحتى يرشد هذا الشاب، وبالتالي سيعمل على تفريغ تلك الشحنات او تلك الرغبات او تلك الغرائز ربما يبان الصدى ديالها على مستوى الشغل سواء داخل الاسره او داخل المدرسه او داخل باقي المؤسسات ديال التنشئه الاجتماعيه. وبالتالي غنحتاجوا لواحد على ما قاله الاستاذ الشاق الغالي،
هو ان في المرحله ديال التطوير غادي نحتاج واحد المرحله تشخيصيه هذه الفئات العمريه وهذا الجيل الزايد، ما هي نوع التطلعات وما هي نوع الرغبات وما هي نوع الهواجس التي يسعى هذا الشاب الى تفريغها والى اخراجها، باش ربما تكون القنوات ديال المؤسسات ديال التنشئه الاجتماعيه هي اللي تقدر على تطير وعلى تليين هذيك الرغبات وهذيك الغرائز بواحد الشكل او بواحد الطريقه ما يمكنش لها تاثر على السير العادي للمجتمع وما يمكنش لها تمس او تخل ما يسمى بالنظام العام الدولي الثلاث اللي هو الامن والصحه والسكينه. بالتالي في مقام ثالث انضباطا السؤال ديال دور المجتمع المدني في التحكم الاجتماعي، وهنا منين غادي نرجعوا للوثيقه الدستوريه ربما السيد الرئيس تحدث على اليه الديمقراطيه التشاركيه على المستوى مثلا دستور 2011 غنلقاو ان كاين ملتمسات تشريع وكاين عرائض موجهه الى السلطه العموميه في فصل 15 من الدستور، ثم هناك ما يسمى بهيئه الحوار والتشاور، ثم العريضه المحليه لادراج التفتيش والامان مجالس الجامعه الترابيه في فصل 139 من الوثيقه الدستوريه. كل هذه الاليات الدستوريه يمكن للمجتمع المدني ان يستثمرها في اتجاه تصغير الروابط والعلاقات مع هذه الفئات المجتمعيه لا سيما فئات الشباب، وحتى يساهم ذلك في تطوير المجتمع حتى لا ينحرف وحتى لا يزيغ وحتى لا تغلب له تلك النظره الشوفينيه والانتمائيه تجاه الدوله وتجاه افراد المجتمع. وبالتالي هذه الاليات يمكن انها تكون كامله تكون مفهمه لاي امكانيه ديال زيغ او انحراف او شغب هذه الفئه العموميه ديال الشباب، سواء الشباب الرياضي على المستوى الشباب الرياضي او على المستوى المدني.